حذر فزر بقى انا فين، يعني بص الدنيا عامله ازاي. حذر فزر انا فين. طب امك داعيه عليك او مراتك داعيه عليك وانت نازل تشتغل كده وتقول لك روح لا ربنا يكرمك بمشوار في مدينه الامل. دي امبارح كانت خارج نطاق الخدمه الاربع. امبارح كانت ديدي خارج نطاق الخدمه، السيستم كان واقع في ديدي وناس كتيره قوي اتضررت من الشغل، او الناس الفئه اللي بتشتغل ديدي بس. في فئه بتشتغل ديدي بس على فكره، زي ما في فئه بتشتغل ان درايفر بس، زي ما في فئه بتشتغل اوبر بس، في ناس بتشتغل ديدي بس الناصح اللي يشتغل ديدي وان درايفر، لان كده كده الاثنين تفاوض. فانا اشتغل الاثنين، ما دام بشتغل ديدي واشتغل ان درايفر، ما دام هعرف اشتغل ديدي هعرف اشتغل ان درايفر، فاهمني؟ فانت المفروض ديدي وقع معاك امبارح كنت تشتغل ان درايفر، ده طبيعي، ده لوجيك يعني، ده لوجيك. الخميس يوم جديد وفلوج جديد من قلب الشارع. لو ما تعرفنيش اول مره تشوفنا، ناس معاهم بعمل فلوجات حصريه لمجال النقل الذكي في الشارع، بعيشك يوم كامل معايا في الشارع، بوريك لو انت مكاني وانت اللي شغال في الشارع الدنيا معاك عامله ازاي، الدنيا حلوه ولا وحشه. الناس امبارح كانت بتشتكي ان الشغل نايم جدا، وان مفيش شغل، وان مفيش فلوس، والرحلات باسعار قليله. ايه المشكله يا عم؟ هي لازم كل يوم طخ طخ طخ؟ ما هو انا قلت لك والله في وسط الاسبوع هتلاقي كذا يوم نايم، ده الطبيعي. فانت بتعوض في الويك اند، ده معروفه، معروفه يا كابتن. فمن فضلك اذكر الله وصلي على النبي، اعمل لايك واعمل اشتراك وكمل معايا الفلوج للاخر عشان الفلوج ده هيعجبك جدا جدا جدا. ويلا بينا نفتح البرنامج مع اول ريكويست. هيا بينا. بسم الله. اول ريكويست اهو من التلاتيني، راعي المقطم 20 كيلو 147 جنيه. يعني مش هكدب عليك واقول لك انا اول ما فتحت قبلت جالي ريكويست على طول، لا قعدت بتاع ربع ساعه تلت ساعه قبل لما لقيت حاجه مناسبه ليا. هو ده الفكره، اهم حاجه اللي انت تلاقي حاجه مناسبه ليك تطلع بيها كده وتستفتح يومك كده وتبدا يومك كده بسم الله الرحمن الرحيم، رب ارزقنا. تمام. فهاخده منين بقى؟ من التلاتيني، يعني وما ادراك ما التلاتيني. وبعدين انا نازل اصلا في وقت الساعه دلوقتي اصلا 3 ونص، برضه الوقت ده بيبقى مريح سنه. بس في التجمع، لو انا في التجمع دلوقتي هيبقى في شغل حلو قوي وقت خروج المدارس، بس للاسف ما لحقتش انا وقت خروج المدارس في التجمع كده. هنا عقبال لما اروح التجمع ولا خمسه بقى، فاهمني؟ فالحمد لله ربنا ييسر لنا الحال ويرزقنا ان شاء الله. خليكم بقى معايا عشان اليوم باذن الله يبقى جميل النهارده. ماشي كده، انا في المقطم خدت ريكوست دلوقتي رايح التجمع. انا عايز اروح التجمع بصراحه، فاهم؟ انا عايز اروح الحق اي حاجه في التجمع. 14 كيلو، بص مش مشوار بخساره. بص بقى انا بقول لك ايه، المشوار ده انا واخده بخساره وانا عارف اللي هو بخساره. في فرق انك تاخد مشوار بخساره، وفي فرق انك اصلا بتشتغل طول اليوم بخساره. هنا الفرق. 14 كيلو ب 87 جنيه، يعني الكيلو واقف ب 6 جنيه وكسور. انا برجح في ال 14 كيلو والمشاوير ديت الكيلو ما يقلش عن 7 جنيه 8 جنيه. يعني انا برجح كده بصراحه. بس انا عشان دلوقتي الدنيا مريحه الساعه 4 ونص، فالدنيا مريحه، الدنيا مريحه في الوقت ده في المقطم، مش عارف ليه، مع اني برضو النهارده الخميس ومفروض في مدارس خارجه، مش عارف. فانا بالنسبه لي اروح التجمع احسن بصراحه. ما دام كده كده مريحه يبقى انا اروح ايه المكان اللي انا بستريح فيه نفسيا، شم هواء نقي. المهم بقى، اكتر الاسئله اللي بتجيلي، في ناس كتيره اللي هي عايزه تدخل المجال، او ناس كتير عايزه تشتري عربيات. ايه هي احسن العربيات الاقتصاديه؟ وهنا كلمه الاقتصاديه بتضحكني جدا. حضرتك احنا في 2025 مفيش حاجه دلوقتي اسمها اقتصاديه. اللانوس بقت مصاريفها زي البي ام زي المرسيدس، والله العظيم زي ما بكلمك. انزل اسال النهارده على الشورت بلوك بتاع العربيه بكام، اسال على فردة الكاوتش بكام، اسال غيار الزيت النهارده بتخش لك في 1200 جنيه. فما تجيش تقول لي انا عايز عربيه اقتصاديه. مفيش عربيه اقتصاديه في الوقت، خلاص في الزمن اللي احنا مفيش عربيه اقتصاديه، مفيش. لكن ارجح لك عربيات بتشتغل في مجال النقل الذكي. عندك اولهم بي واي دي، جيلي، اسبرانزا 516، فيرنا طبعا، لانوس. دي العربيات الشعبي اللي بتشتغل في مجال النقل الذكي. هتقول لي بس يعني هي دي العربيات بس اللي بتشتغل؟ اقول لك لا طبعا، في ناس معاها تانية عربيات اللي هي الكومفورت بقى، العربيات الاعلى بقى. هتلاقي عندك تويوتا، وهتلاقي عندك الانترا بجميع انواعها، وهتلاقي عندك لانسر، هتلاقي عندك حاجات كتيره قوي يعني. هتلاقي عندك ماركات عاليه. انا كنت شغال ببروتون جين 2 ماشي، والنيسان شغاله برضك في مجال النقل الذكي.
العربيه النساء شغاله. بس انا قلت لك على اول 5 عربيات، هم دول العربيات اللي انت ممكن تقول ايه، يعني الى حد ما هيستحملوك شويه. بس انا يعني انا اللانوس اهي والله العظيم 3. انا اللي جاي لي في العربيه جاي لي في المساعدين، انا لسه مغير مساعدين قدام من شهر ونص، المساعد اللي قدام ضرب، رحت غيرته امبارح، حطيت واحد قديم لحد ما اجيب جديد. عندي ورا في الجنب اليمين ده في خبط بقاله داخل على 3 4 شهور، غيرته مساعد فغيرته مساعد، لسه شايل السوست، بعد كده رجعت ركبت السوست تاني، بعد كده بيقول لي لا اصل المساعدين عشان المساعدين ومش ايه هتحتاج تغير المساعد. انا اللي العربيه اللي ماسك فيها مساعدين. فبص انا الجنب ده صارف بس عليه مصنعيه فوق ال 1200 جنيه، كل اسبوع عند العفشجي بفك الجنب اللي ورا ده. فما فيش عربيات اقتصاديه، انت كده كده بتصرف، فانت لازم تعمل حسابك تجيب اي عربيه هتصرف، يعني هتصرف. انتظرني في الريكوست الجاي. طب يا جماعه دلوقتي اوبر بعتت لك رساله بتقول لك انا عملت شراكه مع شركه اسمها هيلث تاج. هيلث تاج دي شركه يعني تامين، زي تامين طب، بتاخد عليه خصومات، بتشترك بتنزل البرنامج وبتشترك فيه. انا طبعا لسه قاري الرساله ما نزلش البرنامج، بيقول لك ليك بقى خصومات بقى 50% على الصيدليات والتحاليل والاشعاعات ومش عارف ايه. هي فكره حلوه يعني مش وحش، لو حد عنده ما بيقول لك ممكن تدخل لحد 4. فهي حاجه حلوه من اوبر اللي هي تعمل حاجه زي كده، يعني تاخد تخفيضات. بس هل يعني مثلا الكشف مثلا ب 100 هدفع 50 او هدفع 80، هيبقى حسب، فاهم؟ فالحاجات دي بتبقى حلوه. منزل البرنامج واستفاد بالقصه دي. القصه الثانيه اللي عايز اكلمك فيها، اللي في شركه موجوده في مصر محدش سمع عنها كتير او محدش كلمك عنها. الشركه دي اسمها جي تي ان واي. ايه جي تي ان واي دي؟ شركه يا عم بتاعت نقل ذكي، بس بتشتغل بالعربيات الكهربائيه فقط لا غير، تمام؟ بس تسعيرتها غاليه، بيقول لك الكيلو فيها تقريبا ب 16 جنيه ولا ب 18 جنيه. الشركه ديت آه، المعلومات اللي انا عرفت اوصل لها تقريبا، هي بتبقى عربيات الشركه، تمام؟ انت بتشتغل عندهم، بتشتغل كابتن بقى لابس يونيفورم قميص وبنطلون، وفاهم انت شياكه واناقه ووجهه للشركه. الشركه دي شغاله بقالها فتره في مصر، ما حدش كتير يسمع عنها، بس هي عامله ضجه، عامله ضجه، وفي ناس بيتكلموا عنها في السوشيال ميديا بس مش مصريين. يعني في ناس بيعملوا لها دعايه اتعاملوا معاها بس هم مش مصريين، خلي بالك. اسمها شركه ايه بقى؟ جي تي ان واي. بص يا جو، خد بالك خد بالك، اوبر بتتطور، اوبر بتعمل شغل حلو قوي. اوبر عملت لك تحت زرار تفضيلات المناطق، حطيت لك تقييم الراكب. يعني ايه تقييم الراكب؟ يعني تقييم الراكب ده انت حضرتك بتفعل الزرار وبتختار الجثه اللي انت عايزها تركب معاك. يعني انا عايز تقييم الراكب ما يقلش عن 4.5، عن 4.7، عن 4.8، عن 4.1، عن 3.5، عن 2. انا عايز تقييم العميل زفت هيركب معاك، فاهم؟ فهي حلوه اهي، اهي تحت اخر حاجه تقييم الراكب. بتفعل الزرار كده اهو، وبتختار بقى من فوق اهو، انت بتحدد اهو عايز تقييم الراكب يبقى ايه. عايز 4.1، 4.2، 4.4 من 10. فهي حركه حلوه من. بص يا وحش الوحوش، بص الذروه منوره فين. بص الذروه دي شايفها عامله ازاي؟ متخيل فين؟ يعني انا مثلا عشان اروح مكان الذروه دي اروح لها فين؟ العاصمه الاداريه. انت متخيل العاصمه الاداريه منوره ذروه؟ بص عامله ازاي العاصمه الاداريه. خدت ريكوست دلوقتي 3 كيلو ب 43 جنيه. ما الدنيا يعني لحد ما مريحه شويه. انا بداخل في حوالي ساعه الا ربع اهو واقف، بس عادي ما عنديش اي مشكله، عادي يعني اقف مفيش مشكله، فاهم؟ اشتغل 3 كيلو ب 43 جنيه، يعني انت هتلاقي عندك الكيلو معدي ال 13 جنيه كمان. انا بالنسبه لي حلو، في ناس ما بتجيش معاها المشاوير الصغيره دي. انا بص يا باشا كده التجمع اتفعل فيه وضع ال 43. يعني ايه؟ يعني كل الريكوستات دلوقتي ماشيه ال 2 كيلو و 3 كيلو ب 43 جنيه. دلوقتي معايا ريكوست 2 كيلو ب 43 جنيه. فهو كده التجمع في الوقت ده كده خلاص، التجمع بخ، الدنيا هاديه وشاديه وكل حاجه. فهنعمل ايه بقى؟ هنقول ايه؟ لا مش هنشتغل وهنستنى الريكوستات ام 100 و150 في ال 5 كيلو وال 6 كيلو، يبقى مش هنشتغل، هنقعد مش هنشتغل. لا يا باشا احرق مشاوير صغيره ماشي، هتلاقي الكيلو بيعمل معاك يعني 2 كيلو وحاجه و300 متر، يعني الكيلو واقف معاك ب 19 جنيه ب 20 جنيه. حلو. لكن ما تقولش لا، ما دام الدنيا مريحه زق زقه، فاهم قصدي؟ خلي بالك عشان العين حق، خلي بالك
يعني انا مثلا بيصادفني ناس في الكومنتات بتخش تكتب لي انا سمعت اللي انتوا بتعملوا في الشهر 60,000، ده الكابتن كذا، قال لي بالاسامي كده، قال لي ده الكابتن كذا والكابتن كذا بيقولوا اللي هم بيكسبوا في اليوم من 2000 ونص ل 3000. يا عم ربنا يزيدهم، ربنا يبارك لهم بقى، فاهم؟ قال لي نفس الكومنت ده. طب قول بقى بسم الله ما شاء الله، مثلا انا سمعت اللي انتوا بتكسبوا كده، يعني خلي عندك بسم الله ما شاء الله. لازم لما حد يشوف حاجه يقول بسم الله ما شاء الله. يعني انت من ساعه ما قلت لي وهي العربيه جايه معايا ورا، والله العظيم من ساعه ما قلت لي الكلمه انا العربيه جايه معايا ورا، انا مالي؟ ما تروح تقول لهم هم يا عم، هم اللي بيعملوا 2000 ونص و3 يا اسطى. انا غلبان، انا كابتن غلبان، انا بعمل الفلوجات دي للناس اللي عايزه تخش المجال، الناس المبتدئه. اما الناس الحريته دي يابا، دي ناس ده ليفل تاني، هم في ليفل الوحش، هم بيعملوا كل يوم 3000 و2000 ونص، ده ليفل الوحش يا باشا. انا بقى مالي؟ بيخش بقى اقول لهم هم، يعني خش احسدهم هم، يعني انت بتحسدني انا ليه؟ انا الدنيا نايمه النهارده الخميس، والدنيا نايمه الساعه 7 الساعه 7 دلوقتي، بس حرفيا الدنيا نايمه. انا دلوقتي في التجمع، تمام؟ انا غالبا لما بكون في التجمع ما بطلعش منه، ونادرا اول لما بطلع منه، بس انا الدنيا نايمه، هعمل ايه بقى؟ النهارده الخميس هعمل ايه؟ مش جالي ريكوست مدينه نصر 11 كيلو، مش عارف ب 102 ولا ب 103، يعني هاخده بقى عشان اعوض الوقت اللي انا قاعده، وبامر لا لا حاجه مدينه نصر تردني تاني التجمع، فاهم؟ لحد ما التجمع يشتغل كده. التجمع هيشتغل على بالليل بقى، ناس رايحه المول، ناس خارجه من المول، مش هتيجي غير كده. لكن الدنيا نايمه خالص بصراحه. بس هنا بقى لازم تشغل دماغك، انا شايف الدنيا نايمه، شايف التجمع فاضي، فخلاص هغير، هروح مدينه نصر. لقيت الدنيا في مدينه نصر حلوه وشغاله، خليني هناك. لقيتها مش شغاله، لقيت حاجه تخليني ارد التجمع، هرد التجمع تاني، اوصل الريكوست ده وارجع لك تاني. حذر فزر بقى انا فين، يعني بص الدنيا عامله ازاي. حذر فزر انا فين. طب امك داعيه عليك او مراتك داعيه عليك وانت نازل تشتغل كده وتقول لك روح لا ربنا يكرمك بمشوار في مدينه الامل، اجرك الله يا جدع، ولا تفهم لها لوكيشن ماشي ازاي، ولا تفهم لها اي حاجه، وحاجه غريبه. وفاهم انت، انا بص، انا اللوكيشن كان مديني طوال، دلوقتي بيقول لي اللوكيشن هنج معايا، وانا مش عايز اكنسل بصراحه. مشوار 8 كيلو بحاجه و80 جنيه، مش فارق معايا المشوار، انا فارق معايا الكنسله. فانا همشي كده، والله اللوكيشن ظبط معايا، ظبط، عرفت اوصل للعميل اوصل، ما عرفتش اوصل خلاص مش هكنسل بقى في الاخر، فاهم؟ بس انا هغامر، انا هاخد المغامره واخش مدينه الامل. فهيا بنا الى مدينه الامل. قلت لك هيبقى امك داعيه عليك ومراتك داعيه عليك. من دخولي لمدينه الامل كلها واخدها من اولها لاخرها عشان اطلع قبل السلام بحته، وحته ما اجرك الله، يعني انا اوصل للعميل تقريبا في تلت ساعه، في 25 دقيقه عقبال لما وصلت له بسبب الشوارع. وصلتها هنا عند اسم التجمع الاول، تمام؟ المهم حاسبيني، استنى بقى ايه لما الراجل اللي هي راحها له شغاله عنده ينزل يا ستي في وقت بفلوس، ومفيش. انا بتقول لي ما معيش فلوس، اعمل لك ايه؟ يعني بص والله العظيم انا مضيع بتاع ساعه ونص معاها هي في مشوار كله 8 كيلو، ساعه ونص يعني. بس خلاص هعمل ايه؟ طيب ما هي في الاول وفي الاخر واحده غريبه، هضطر ان انا استحملها، فاهمني؟ بس ما علينا. خدت دلوقتي ريكوست 2 كيلو حاجه ب 52 جنيه، 2 كيلو. بس نصيحه بقى مني ليك، ما تخشش مدينه الامل، انا بخشها يعني. انا كذا ريكوست صراحه بتغفل فيه، بس الريكوست اللي انا كنت رايح بيه كان مدينه الامل بس من على الشارع. ده بقى لما خدته قال لي مدينه نصر، جاب لي كده قال لي مدينه نصر مكه ومش عارف ايه، شارع مكه، تمام؟ فانا اتغفلت في المشوار ده. فنصيحه ليك، اوعى تخش مدينه الامل. بخرج النهارده اهو من التجمع كتير، ما بعملهاش والله. يلا 12 كيلو والله مش عارف 12 كيلو ولا 11 كيلو ب 100 حاجه و30، مش فاكر والله، ب 135 137 130 مش فاكر، هنزل لك السكرين شوت يعني. ما علينا. هو رايح فين؟ راح في مدينه نصر، هوصله مدينه نصر، مش مهم عادي، انا اطلع ما دام المشوار هيطلعني بكيلومتر قليل وفلوس حلوه، اطلع وارد تاني. هي على فكره بدا يظهر الريت في التجمع، فانا هوديه واحاول ارجع التجمع تاني. كده الساعه كام؟ الساعه 9 الا 10، فهوصله وارجع لك تاني.
ماشي مدينه نصر حاليا، بس الساعه دلوقتي كام؟ الساعه 10، بس الدنيا مريحه مش عارف ليه، يعني في مدينه نصر مريحه وفي التجمع مريحه ومش عارف في ايه. المهم خدت ريكوست دلوقتي 4 كيلو ب 68 جنيه تقريبا. هو هنا في مدينه نصر يعني. بصراحه انا مستني حاجه توديني التجمع، انا عايز اروح التجمع عشان اخد حاجه من هناك انزل بيها، اخد حاجه مشوار حلو يقوم معايا الدنيا شويه. بس نقول الحمد لله يعني، كده كده فاهم ربك والله العظيم ممكن ساعه يتبدل فيها حالك. بصوا يا جماعه انا جاي من مدينه نصر رايح التجمع فاضي. ليه؟ الدنيا نايمه، فمش هفضل قاعد في مدينه نصر. الدنيا نايمه حرفيا، النهارده الخميس الدنيا نايمه. فانا اروح التجمع اقعد عند 5 ايه او كايرو فيستيفال، اخد مشوار اروح بيه احسن ما افضل قاعد في مدينه نصر جاي لي مشاوير الجيزه فاهم ب 90 جنيه. طب وليه؟ فانا دلوقتي اخش افول بنزين، لان البنزين هيغلى الصبح، هيغلى الجمعه الصبح، زاد 2 جنيه زي ما انا كنت قايل لك من شويه. قلت لك هتشتغل بالليل، يعني في نص ساعه او ساعه كده تشتغل. بص انا كل البرامج معايا بترن، اوبر، اندرايفر، ديدي، كل البرامج بترن. بص وكلهم بريت، كل الشغل بريت، يعني كل الشغل بص اللي بيرن بريت. بس هنا بقى الصياعه. الساعه دلوقتي كام؟ 11 ونص. لا تاخد مشوار حلو تروح بيه، لا تاخدهم على مشوارين، دي الصياعه. لكن ما تاخدش اي حاجه. يعني انا فرحتي بيجي لي انا هنا مثلا تجمع، طب انا اخش كايرو عشان اخد قلت لك ايه؟ قلت لك اهم حاجه تتقل. يعني انا عايز اقول لك والله العظيم بص البرامج مش مبطله رن ولا دي ولا دي، بس انا عايز اخد لا اما مشوارين لا اما مشوار واحد ينزلني يكون قريب من البيت. انا تأنيت، يعني انا تأنيت. انا بص كله بيرن، كله بيرن في نفس الوقت، في ضغط جامد قوي. انا قلت لك اخر ساعه دي هيبقى فيها شغل صح؟ بص دي 14 كيلو ب 140 جنيه في دي. بقول لك الدنيا حلوه دلوقتي مش طول اليوم. مشوار المانيال حلو، المانيال جنب بحر اعظم على طول تمام. بكام بقى؟ ب 240، 26 كيلو. انا بالنسبه لي حلو. هنزله وهروح انا كده ايه، خدت المراد اللي انا عايزه. ارخم حاجه بقى اللي بوابه ايكيا دي فاهم بتقفل بدري، دي ارخم حاجه فيها. وسلام بقى لو انت بتتكلم بقى العميل مثلا اجنبي بقى فاهم، فلازم تعرف تتعامل. يعني برضه كان الحمد لله الانجليزي بتاعي بنسبه 65 70% كويس الحمد لله. يعني بعرف اتكلم. يعني الست اللي انا خدتها من مدينه الامل، انا عايز اقول لكم انا لحد دلوقتي بحلم بالمشوار. انا عايز اقول لكم انا دخلت في عالم تاني، اقسم بالله يا جدعان عالم تاني. تحس ان انت دخلت نيجيريا، مش ما تفهمش، عالم تاني. يا اهو جه اهو، اوصله بقى وارجع لكم. طبعا يا جماعه الحمد لله انا كده في البحر الاعظم تمام. خلاص خلصت انا كده خلصت شغل الحمد لله الحمد لله يعني. طبعا لازم نحمد ربنا سواء اليوم كان حلو او يوم وحش، لازم تقول الحمد لله. تأكد دايما وخلي عندك يقين ان ربنا شايل لك رزقك، واللي مكتوب لك هتاخده. خليك فاكر دايما اللقطه اللي انا عملتها. انا كنت في مدينه نصر ما لقيتش شغل في مدينه نصر، مشيت من مدينه نصر دخلت التجمع فاضي. ما عنديش اي مشكله ان انا امشي فاضي على فكره، انا ما حدش بيحاسبني على الكيلومتر فاهمني. انا كده كده اصلا ما بكسرش، يعني بكسر كيلومتر معين، فمش فارقه معايا. لو في يوم انا كسرت فيه مش هتفرق معايا، ومع ذلك انا ما كسرتش برضك الكيلومتر بتاعي. خلي بالك. بس انا ما ينفعش يبقى مكان ما فيهوش شغل وافضل لابت فيه، حتى لو همشي منه امشي منه احسن. نزلت كايرو فيستيفال حطوا لك هو ده كان يومنا. ولو يومنا عجبك هتخبط لايك وتخبط اشتراك، ولو يومنا ما عجبكش او انت مش مهتم بمجال النقل الذكي هتخبط برضك لايك وتخبط اشتراك. ادينا بنغير لك مودك. طبعا النهارده انا ماشي بالظبط على العداد 155 كيلو، 155 كيلو تمام. استنى بس كده تمام، 155 كيلو على 11 مشوار. كام ساعه بقى؟ انا اهم حاجه عندي عدد الساعات ده اللي 9 ساعات شغال، 9 ساعات. وخلي بالك التسع ساعات مش حارتي يعني انا فاتح البرنامج 9 ساعات بس، يعني ما هو 9 ساعات عامل 11 مشوار. فانت لو حسبتها انا النهارده كان اوقات كتير قوي الدنيا بتبقى نايمه تمام. فانا التسع ساعات اصلا مش حارق فيهم. انت لو اليوم ما هنحسب التسع ساعات، يعني شغلي مثلا 6 ساعات كان معايا بونص 400 جنيه، فانا عامل توتال كله عامل 1550 بالبونص في 11 مشوار. في يوم ميت زي ده انا شايفه حلو جدا الحمد لله.
فالحمد لله كده يومنا خلص خلاص. انا دخلت العمرانيه اهو. اهم حاجه اذكروا الله وصلوا على النبي، واشوفكم في فلوج جديد. باي.